السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زكي اليوم جبت لكم وصفة راهي مديرة حالة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بطريقة زكي، هي البيستاشيو. البيستاشيو ديال الوصفة راهي مديرة حالة اليوم نشوفوها بإذن الله على طريقة زكي بإذن الله. أول حاجة راح نخدمو الكراكلا ولا الكرامبل. في صنادية راح نحطو 50 غرام بيستاش ملح، راح نحطو ايضا 50 غرام فرينة، راح نحطو 50 غرام سكر غلاسي، نخلطهم بسباتشيلا جيدا. راح تكون المكونات كامل بنفس المقادير، وبنلموهم ب 50 غرام تاع مارغرين. وقهنا نستعمل يديا بسم الله حتى نتحصل على عجينة الكرامبل ولا الكراكلا راهي واجده. بعد ما لميناها بهذيك المارغرين حطيت ورق الزبده، رشيت شويه فرينه ونحللها. في الاول الفرن راهو يسخن، نطيبها نحمرها شويه فقط. الكراكلا ولا الكرامبل بعد ما طيبتوها وليكم حمرتو شويه فقط، دوكا نفتوها ويتفتت بكل سهوله باه من بعد نخدمو به. بالنسبه للحشو تاع البيستاشيو هو كالاتي: عندي 200 غرام تاع شوكولا ولا بات غلاسي بيضاء ذوبتها على حمام مائي، نحطو فيها 70 غرام من الكرامبل اللي كنا خدمناه مع بعضنا، ونحطو فيها ايضا 100 غرام تاع بات تاع البيستاش، بات بيستاش، ونخلطو جيدا الخليط ونخليوه يحكم روحه. نوليو لعجينة السيجار. في صنادية راح نحطو 100 غرام تاع مارغرين طرية، راح نحطو ايضا 2 مغارف نتاع سكر غلاسي، نحطو ايضا ملعقة تاع الكراكلا اللي خدمناه مع بعضنا ورحيناه، ونحطو بيضة كاملة ونخلطو جيدا بسم الله. بعد الخلط الجيد نبداو نلمو الخليط هذا بالفرينة. بعد ما لمينا العجينه هاو القوام تاعها، شوفوا الله يبارك جات ما شاء الله. انايا قسمتها الى قسمين، قسم انا حللته فوق الطابله وقسم بعدا نكملو. بعد ما حللته حوالي 1 مليمتر الى 2 مليمتر نوليو نجيبو السيجار، عواد السيجار هذو نحطوهم هنايا نقيسو بهم العجينه ونبداو نفورميو. نحطو السيجار على حاشية العجينة ونبداو ندورو، جيست نسكرو نقطعو، فوالا نسكرو بيدينا طريقة سهلة وبسيطة. نسكرو مليح باه من بعدها في الطياب ما يتحلش، ونوليو نمحروه فوق الطابلة هاك. نوريلكم هكذا، ونحيو الزيت، الزيت هذا نحيوه، فوالا نزيد نحي الزيت منها. في هذه الآونة الفرن راهو يسخن على درجة حرارة 180 درجة، ندخلهم يطيبوا ونكمل معكم بحول الله. بعد ما طيبنا السيجار الله يبارك جاء على حبة ما شاء الله، ممحور متقون الله يبارك عليه. دوك انا واش ندير؟ الحشو اللي كنت درتو معاكم حطيته في جيب الحلواني. الحشو بطبيعة الحال او كان سائل خليته احكم روحو شوية وراح نفرسي به الحبات بسم الله. هاوليكم
نزيد منها، فوالا نسقم. ها كيف فرسيناه. دوكا واش ندير، رايحه نكلاصيه. جبت الشوكولا بذوق البيستاش، نحطها هنايا ونكلاصي الشوكولا. بعد ما ذوبتها درت فيها شوي زيت باه جريتها. فوالا نغطي جميع الاماكن، نخبطو شويه باه ميهزش بزاف، ثم نحطوه فوق. انا هنا درت ورقه طهي يساعدني بزاف في الكلاصاج. راح نزينو بالبيستاش حب، ونزيد نحط عليه هذا، ونزيد نحط عليه هذو الاشكال تاع عيد مبارك. عفوا شفتوا كيفاه التصوير واش يدير، ساعة يخرج التصوير عن السيطرة. معليش نقدروا نصلحوها كما قلت لكم، ونحطو تاع عيد مبارك ونخليها تحكم مليح. البيستاشيو على طريقة أم زكي راهو واجد جا الله يبارك ما شاء الله، جا تحفة. طريقة سهلة بسيطة والبنة عالمية، بدون مول سيليكون، بدون ترنجيق، بدون ديكور زايد، ديكور في السامبل، وانتي دارتي احلى بيستاشيو حبيبتي سيداتي. ان شاء الله ديريه وتستمتعي بيه وتردي لي في التعليقات. انا هنا نكسب معاكم حبه بنشوفوا القوام تاعها. شوفوا الله يبارك، شوف كيف جا القوام تاعو من الداخل. هش الله يبارك ديك، شوفوا الله يبارك ما شاء الله. ان شاء الله ديروه وتستمتعوا به ان شاء الله. وصفه كما قلت لكم بنينه 100% ورائعه 100%. ان شاء الله ديروها وتنجحوا فيها ان شاء الله. ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش تشتركوا معنا على قناه وصفات ام زكي وعلى صفحه الفيسبوك وصفات ام زكي. والى اللقاء.